السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هعمل معاكم الفراخ دي. طبق جديد، هنعمل فراخ بالرز في حلة واحدة. أكلة حلوة جدا وسهلة وبسيطة، وبتعمليها على طول، ما بتاخدش معاكي وقت. لو انت تعبانة، لو انت جاية من الشغل ما عندكيش وقت، لو انت مالكيش مزاج تقومي تعملي أكل ويبقى في مواعين كتير وكده، يعني دي أكلة سهلة وهنعملها بسرعة، ونعمل معاها شوية رز أو سلطة طحينة، يعني أي حاجة. المهم ان هي اكلة مفيدة ومغذية وما بتاخدش وقت كتير. تابعوا معايا الفيديو، يا ريت اللي مش مشترك معايا في القناة يشترك ويفعل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. دلوقتي هغسل الفراخ ديت كويس جدا بالملح والدقيق والليمون، وارجع لكم اقول لكم هنعمل ايه. تابعوا معايا الفيديو للاخر. غسلنا الفراخ بتاعتنا، ودي التوابل اللي هنحطها. ده ملح وفلفل اسمر وكاري وبصل باودر وتوم باودر وبابريكا، وده نص مكعب ماجي. التوابل دي من كل حاجة نص معلقة صغيرة. هنحط التوابل كلها على الفراخ بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنعصر كمان نص الليمونة دي. وهندعكهم كويس قوي. ندخل التتبيله كده، انا مشققه الفراخ، هندخل فيها التتبيله. تبلناه كويس قوي والخلطه دخلت جوه الفراخ في التشققات اللي انا عاملاها. دلوقتي هنحفظ الخليط ده في التلاجة، خلطة كده بالفراخ لمدة نص ساعة. ولو انت مستعجلة جاية من الشغل وما عندكيش وقت تشيليها في التلاجة نص ساعة، اشتغلي على طول، مش هيجرى حاجة، برضو هتبقى حلوة وجميلة. بس طبعا الافضل ان احنا نحفظها نص ساعة في التلاجة. هشيلها بقى دلوقتي في التلاجة وارجع لكم بعد نص ساعة نكمل مع بعض. دلوقتي ولعنا على الحلة بتاعتنا على النار. هنضيف معلقة سمن، معلقة صغيرة مش كبيرة، وعليها معلقتين زيت. هيتقدحوا. هيتقدحوا كده السمن والزيت مع بعض. وهنضيف الفراخ بتاعتنا بعد ما فات عليها نص ساعة في التتبيلة اللي عملناها. نخليها تاخد صدمة. بسم الله الرحمن الرحيم.
ودلوقتي يا حبايبي بعد ما وصلنا للون الجميل ده الذهبي ده، صدمت واتشوحت، هنضيف البصل ده كده. قلبناها مع البصل تقلبتين، هسيبهم كده شوية كمان 3-4 دقايق، ونضيف عليهم عصير الطماطم. ودلوقتي يا حبايبي هنضيف عصير الطماطم، كوباية من عصير الطماطم، ونسيبها تستوي شوية. هنسيبها حوالي ربع ساعة ونرجع تاني نكمل مع بعض. تابعوا معانا الفيديو للاخر، اوعوا تروحوا في اي حته. انا كده غطيتها ووطيت عليها النار، وكده يا حبايبي فات حوالي تلت ساعه. دلوقتي بقى هننزل بالرز بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. غسلناه وسبناه يتصفى، وهننزل بالميه المغليه. بسم الله الرحمن الرحيم. وكده ظبطنا الحياء بتاعنا بعد ما ضفنا الميه المغليه. هنغطيه بقى ونسيبه يستوي، نكمل سوا الفراخ مع الرز، وبعدين اجيلكوا تاني لما نغرف ان شاء الله. كده خلص الطبق بتاعنا، هنغرف مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. الرز طعمه خطير جدا بصراحة، وريحته كمان حلوة، والفراخ مستوية جدا جدا جدا. انا طلعت الفراخ من الرز عشان احط لكم الرز، وبعدين نضيف الفراخ بتاعتنا. شايفين مهرية يعني بتتقطع مني وانا بشيلها. دول فكوا من بعض. انا بحب الفراخ مستوية قوي كده تبقى حلوة. خلص الطبق بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم. حلو جدا وريحته وطعمه جميل، والفراخ يعني جميله قوي. يعني انا دقتها، يا ريت اقدر ادوقكم معايا، والله جميله جدا. الف هنا وشفا، يا رب تجربوها وهتعجبكم وتقولوا لي رايكم فيها في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.